الشارع ليه الشارع احنا لوحدنا الناس الكريم والمسلمين. مشاهد مباشرة حية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية إلى تونس من تونس. قل الثورة تتواصل فهي لم تتوقف ولا نارها خبت، حتى وإن غطاها الرماد فإن رياحها قادرة على أن تزيحه مرة ومرة ومرات حتى تبلغ الثورة غايتها. الشعب التونسي في الساحة مرة أخرى، والثورة تمر ولو من ثقب إبرة، مجرد دعوة حقوقية تلقفها الناس ليقولوا ما يريدون ويفعلوا ما يريدون لساعات أو حتى لدقائق. المهم إن الشبشب طارد البرص مرة أخرى وأثبت إنه يقدر يجيبه من على الحيط. الناس مسكت شباشبها وجريت ورا البرص وقالت له هنجيبك هنجيبك. ومن يدري في أية مزبلة سيلقى ببرص تونس الموتور وقزم مصر العميل. كلاهما قتل واعتقل، وكلاهما يتسلط بدعم من الاستعمار على شعب لا يطيقه، وكلاهما أهدر حتى بقايا القانون وشبهة الدستور، وكلاهما أغرق البلاد في الفساد وعجز عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، من أول الماء إلى الدواء، مرورا بالتعليم والغذاء والمواصلات والكساء والمسكن والكهرباء. وحاصر الشعب بين قوسي البؤس، الفقر والغلاء، وكلاهما يلقي باللائمة فيما يرتكبه من جرائم ويسببه من كوارث على عدو مجهول لا يراه إلا خياله المريض.
في تونس الهتافات تملأ الشوارع، والمتظاهرون مرة أخرى يعلنون مطلب الثورة الأساسي والثابت. الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط جلاد الشعب. إسقاط الدكتاتور الأحمق هو طوق نجاة الشعب. جاك الدور، جاك الدور يا قيس يا دكتاتور. تونس ضد الدكتاتور الأبله. شغل، حرية، عدالة وطنية. ديجاج بالفرنسية، ارحل بالعربية. يا مواطن يا مقموع، جاك الفقر وجاك الجوع. لا خوف ولا رعب، الشارع ملك الشعب.
بدأت تونس مسيرة التحرر مع الخلاص من الاستعمار الفرنسي، وكان المخلوع الأول هو الباي محمد الأمين الذي خلعه صديقه بورقيبة ليحل حاكما بدلا منه مع إعلان الجمهورية. ثم جاء زين العابدين بن علي ليخلع بورقيبة الذي حكم حتى خرف الشيخوخة، ثم خلع الشعب بن علي في ثورة الياسمين، وكلنا يذكر بن علي هرب خوفا من المحاكمة التي كان سينال فيها بعض ما يستحق من عقاب. ثم وبعد تخبط طويل وخيانات فاضحة للثورة ولدماء الشهداء أفقدت الجماهير بوصلتها، دفعت القوى المتربصة ببرص جاء من المجهول، وتلك حسنته الوحيدة، إذ كل ما فيه قبيح ولو لم يكن متسترا ومجهولا للفظه الناس فورا. وصفته مجلة جون أفريك على غلافها بأنه الرئيس المتعدي أو المتجاوز للحد، المهيبر، كأنه مصاب بفرط الحركة وهو مرض. وقالت إنه بعد أن كمم كل الآراء يستعد قيس سعيد للترشح لمنصب الرئاسة يوم 6 من أكتوبر في إطار انتخابات أحادية الجانب، ممثلا للاستبداد الشعبوي في شكل انقلاب دائم. وفورا جاء الرد على هذه النوايا السوداء من قبل قيس سعيد، جاء الرد عليها من الشعب التونسي. وحد الشعار الشارع لي الشارع احنا لوحدنا الناس الكريمين والمسلمين. ثورة واحدة على ساحات متعددة، وإن كان هناك من أراد أن يورث أبنائه مالا أو عقارا أو عيونا جميلة، فقد أردت بعد حياة حافلة أكرمني الله سبحانه وتعالى فيها أن أورثهم وطنا حرا وعيونا قادرة على الرؤية والتمييز بالبصر والبصيرة، وقلوبا عامرة بالدين الخالص وعلى الله قصد السبيل. والتجدد المستمر والمتتالي للثورة يطمئنني إلى أن هذا آت إن شاء الله. وفي كل الأحوال لا أملك إلا الامتنان لهؤلاء المتظاهرين الذين أعادوا الرعب لقلوب الطغاة وللخونة والانتهازيين وتجار الوطن وتجار الدين الذين انكشفوا وأصبحوا جميعا في سلة واحدة، سلة الثورة المضادة في مواجهة ثورة الشعب. شكرا للمتظاهرين في تونس، وقد أكدتم حقيقة أن الثورة مستمرة، حقيقة أن الشارع لنا، إن لم يكن اليوم فغدا ولا بأس، فإن غدا لناظره قريب. وحساب الطغاة والخونة والعملاء المثقل يجعل مصيرهم محسوما، والسلام على الثائرين في سبيل الحرية، السلام على هؤلاء المناضلين في الأولين والآخرين. أما الشكر فإنه
مهما بلغ لن يوفيكم حق ما أدخلتموه على قلبي من سعادة غابت منذ وقت طويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشارع لي الشارع احنا لوحدنا ناس كلين والمشينا